اهلا وسهلا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم كاملين، كنرحب الناس اللي انضموا القناه، كنقول لكم مرحبا بكم والدار داركم، وشكرا جزيلا على المتابعه. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم حلوه زواز اتاي او حلوه 10 دقائق بدون زبده، بمكونات اللي بسيطه كتجي رائعه هشيشه وكتجي كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنسونيش من لايك. الله يجزيكم بكل خير. هنا بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو هنا 2 حبات ديال البيض، وغادي نحتاج نص كاس ديال السكر سنيدة، كذلك غادي نحتاجو رشيشة ديال الملح لتصحيح الذوق. غادي نضرب مزيان البيض مع السكر كيف العادة، كنخدمو السكر مزيان مع داك البيض حتى نحسو بداك السكر سنيدة بدات كتذوب. وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت. الكاس باش عبرت به الكاس ديال العنبه، القياس ديال الكاس 150 ملي. صافي ضفت هاد نص كاس، وغادي نخدم كذلك هاد الزيت مزيان مع الخليط حتى ما كتبقاش تبان لينا في الخليط. وهاد الزيت هادي راه كتساعد داك السكر سنيد حتى هو كيذوب. وغنضيفو هاد المكون هذا اللي غادي يعطينا الحلوه ديالنا مذاق رائع. غادي نضيف هنا اليوغورت بالمذاق ديال الماوس، ممكن ديروا حتى الفاني نسمو به. انا هذا متوفر عندي ديال الموز درتو حتى هو كيجي زوين. صافي غادي نخدموه مزيان حتى هو في الخليط مزيان مزيان. وغادي نبدا باضافه ديال هاد لاغوم ديال البرتقال. هنايا كيبقى لكم الاختيار تضيفوها او لا، اللي متوفره عنده الدفار كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. كيف ممكن تحكوا قشره ديال البرتقال او قشره الحامض اللي متوفر. هاد لاغوم هادي كتعطينا المذاق زوين وكتعطينا حتى اللون. صافي وغادي نضيف هنا كاس قل صباع هكا ديال الكوك. الكوك اللي يكون من نوعيه جيده، الكوك الميدم طبيعه الحال، ما ديروش داك الناشف. قد ما كان الكوك ميدم كتجي النتيجه زوينه في الحلوه كامله. صافي غادي نخدم مزيان هذاك الكوك حتى كينسجم مع المكونات كاملين. هنايا راه غير داك اللي بقى لي في الكاس درتو، هذاك اللي بقى لي في الكاس. صافي وغادي نضيف هنا الفينو. هاد الحلوه هادي راها بدون زبده وبدون دقيق ابيض. المكونات كيف شفتوا بسيطه، كتعطينا واحد الحلوه اللي رائعه. او دواز اتاي او حلوه الياغورت بالفينو كتجي زوينه. صافي هنا بعد ما ضفت داك الكاس ديال الدقيق الفينو، غادي نضيف هنا واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات البيكن باودر فئه 8 غرام. انا غادي نسول الطراب اليدوي وغادي نجمع هاد العجين باليد ديالي. وغادي نضيف الكاس الثاني كيف كتشوفوا، ما غاديش نضيفوه دفعه واحده. ضفت النص، وهنا غادي يبان لي غادي نزيد نص كامل، يعني درت 2 كيسان هنا ديال الفينو. صافي وكنبقى نجمع باليد ديالي وانا نشوف الخليط واش غادي نزيد نضيف له الفينو او لا. بركه. هنا كيبان لي الخليط باقي خفيف شويه كيف كتشوفوا. هنا جبت الكاس الثالث غادي نعبر به نشوف شحال غادي تزيد تاخذ لي. العجينه ما تقصحوهاش، العجينه تكون شويه خفيفه حيت مازال غادي نخليوها ترتاح واحد شويه حتى كيتشرب لينا. انا هنا راه درت 2 كيسان ونص، يعني 2 كيسان ونص ديال الفينو. نتوما ما زعما صافي الا درتو دوك 2 كيسان في الاول راه ممكن تجمع لكم. دائما كيف كنقول لكم على حساب النوعيه ديال الفينو او على حساب الحجم ديال البيض ضروري كيكون شويه ديال التغيير. صافي انا هنا درت 2 كيسان ونص اللي خدات لي هاد المره. العجين كتكون خفيفه شي شويه غادي نغطيها وكنخليوها ترتاح. نتوما كيف كتشوفوا تقريبا قلت لكم الكاس الثالث ديت منه نص. غادي نغطيها بواحد الكاس بلاستيكي وغادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق حتى 7 دقائق على ما نجمعو هكا هذوك الاواني فاش خدمنا. وغادي نمشي نشعل الفران. صافي كتكون وجدت هانتوما شربات مبقاش غتلصق لي في اليد.
صافي هنا غادي نجيب الكوك فاش غادي نفند هاد الحلوه هادي، وغادي نجيب شويه ديال الماء اولا ماء الزهر اللي بغيتو ولا متوفر عندكم. هنا ها كندوز يديا بحال بهذا الشكل هذا، غير واحد شويه باش كنهز الخليط وما كيتلصقليش في اليد. كنديرو كويرات هكا اللي يكونوا متساويين وكندوز لهم الوجه ديالهم في داك الكوك. اي جوز الهند بهذه الطريقه هذه ممكن تفندوها كامله الا بغيتو اولا تدوزوا لها الوجه ديالها. صافي نتوما كيف كتشوفوا العجينه رطبه، ملي كنقلبها كنكورها راه ما كتشقق ما والو، يعني العجينه راه هي هذيك ماشي ناشفه. صافي كيف قلت لكم كندهنو يدينا بشويه ديال ماء الزهر وكناخذوا الكويرات من العجين كندوزو لهم الوجه ديالهم في داك الكوك. كنحاولوا كنطلعوا حتى لدوك الجوانب، يعني باش ملي كطيب الحلوه كتجي كامله ملبسه بداك الكوك اي جوز الهند. صافي غادي نستفهم هنا في لاطه اللي فرشت لها الورق ديال الزبده، ممكن ديروا غير بشويه ديال الزيت وترشوها بشويه الدقيق. وغادي ندير الحلوه ديالي كامله هكا كنحطوها متباعده شويه. الفران كيف قلت لكم هنا شعلت عليه على 180 درجه، شعلت عليه من الفوق ومن التحت. غنكملوا اللاطه ديالنا وغندخلوها الرف الوسطاني. هانتوما كيف كتشوفوا كيف قلت لكم الفران ضروري نسخنوه مزيان مزيان هكا. كنسخنوه بحال غنطيبوا اي قريبه، كتجي ما شاء الله كتجي مشقه، كتجي معلكه، كتجي زوينه بالمذاق ديال اليوغورت. كتجي زوينه بزاف. كيف قلت لكم ندخلوا اللاطه في الرف الوسطاني، النار كتكون من الفوق ومن التحت بسرعه كطيب، ما كتاخذش معكم الوقت بزاف في الفران. ما تخليوهاش هكا فوق القياس، كتحمر كتاخذ هذا اللون ذهبي كيف كتشوفوا مذهبه كتجي ومحمره. وكنطفيو عليها كنخرجوها من الفران، يعني ما تخليوهاش طيب بزاف في الفران باش ما تزيدش تنشف معاكم وتقصح. راه ردوا معها البال حيت داك الكوك راه بسرعه كيتحرق هكا من الوجه ديالها، بحال الطياب ديال الفران ديال الكاس. غادي تسخنوه مزيان، ديروا لها بحال الطياب ديال البهله اولا غريبات الكوكو سميده. نقصوا النار وديروا اللاطه من التحت والنار على الوجه ديالها حتى كتشقق كامله، عاد كتكملوا لها الطياب من الفوق تكون النار من التحت. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا ديال هذا النهار، حلوه العشر دقائق بدون زبده. كتجي رائعه زوينه وسهله وسريعه، كتجي معلكه ما شاء الله، كتجي زوينه وخفيفه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها اخواتي. وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك. الله يجازيكم بكل خير وبسلامة عليكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.